النهارده كده يا جماعه بدايتنا مع دوائر الباور. دايره الباور زي ما احنا شايفينها كده، دي كده دايره باور بسيطه. هنقطعوها، انا راسمها بس كلها كده عشان تبقى شايفها قدامك، انما هنقطعها مراحل وهنشرح كل مرحله لوحدها واعطالها ايه موجودة. تمام؟ انا داخل معايا من البدايه من 220 الاي سي من هنا، من الفيشه. هاخد الجزء ده كده 1 2 3، ده كده مرحله اسمها مرحله الحمايه. اول حاجه في مرحله الحمايه هنقابلك الفيوز وده رمزها اف. اول حاجه هتقابلك في مرحله الحمايه الفيوز وده رمزه اف. دي بدايه او ده شكل دايره الباور. دايره الباور البسيطه. ال 220 بيخش معايا ال 220 الاي سي اللي هو التذبذب بتاعه من 50 ل 60 هرتز. دايره الباور هنقسمها مراحل. اول مرحله اولانيه دي كده مرحله الحمايه. اول حاجه بنسميها في مرحله الحمايه الفيوز. الفيوز ممكن يكون زجاجي وممكن يكون سيراميك، ممكن ما تلاقيش فيوز، بس ما فيش دايره ما فيهاش فيوز. لو بصيت في بدايه المدخل الدايره ما تقلش فيوز، يبقى هتلاقي مقاومه صغيره في القيمه في الاولاني هو حاططها كفيوز. يبقى لو ما لقيتش شكل الفيوز الطبيعي اللي احنا عارفينه ومتعرف عليه، هلاقي هنا مقاومه صغيره 20 اوم 30 اوم 10 اوم ايا كان بقى على حسب ما هو هيحط هنا. تمام؟ بعد النار على طول بيقابلني الشكل ده. الشكل ده لو هنلاحظ رابط بين الارضي والكهرباء. بين من في الاي سي مفيش ارضي وكهرباء، في حاجه اسمها لاين، في حاجه اسمها نيوترال اللي هو العادي او اللي احنا بنسميه ارضي، وده اللاين. يبقى ارضي وكهرباء رابط بينهم عنصر ما في دايره الحمايه اسمه الفيرستور، وبيرمز ليه بالرمز في ار. ده شكله على الرسمه، وهتلاقي تحت منه في دايره الباور مكتوب في ار. ده اسمه فيرستور. الفيرستور ده ايه وظيفته؟ وظيفته الحمايه من الارتفاع المفاجئ في الجهد. طب الفيوز وظيفته الحمايه من الارتفاع المفاجئ في الجهد، والحمايه من الارتفاع المفاجئ في التيار. لو الامبير زاد عليه فجاه، يعني فرضنا ان هو بيتحمل لحد 240 فولت 5 امبير. التيار لو الجهد لو زاد عن 240 الفيوز ماله هيضرب. التيار لو زاد عن 5 امبير الفيوز هيضرب. يبقى هنا الفيوز حامي معايا لارتفاع الجهد وارتفاع التيار. الفارستور حامي من ارتفاع الجهد. فاليو ريزيستنت هي مقاومه متغيره ذاتيا. لو حصل اي ارتفاع هنا في الجهد مفاجئ بالشكل ده كده، المفروض اني بيبقى عندي الهرتز ماشي كده من 50 ل 60 هرتز في الثانيه. جت هنا وراح جايه ضربه كده، وبعديها بشويه واحده ثانيه راح جايه ضربه فوق. الكلام ده وارد. هيفضل ده يمتص يمتص يمتص، في الاخر بوم هيطرشق. لما يطرشق هيعمل قفله، بقى شورت بين الارضي وبين الكهرباء. ايه اللي ضرب؟ الفيوز. يبقى اول حاجه تقابلني في دايره في اعطال دايره الباور ان الاقي الفيوز ضارب. ما يجريش بسرعه اعمل سلكه او اغير الفيوز واقول اما اجرب، لا، سيبه وشوف ايه اسبابه. والله لقيت له اسباب توكل على الله، ما لقيتش اسباب وقف. تمام كده؟ هقول لك تعمل ايه. بس لقيت اسباب هنفتح نشوف دنيتها ماشيه ازاي. ما لقيتش اسباب نقف واقول لك تعمل ايه دلوقتي. اول عطله عندي ان الاقي الفارستور ضارب. طب ضارب عمل شورت، معنى كده ان هيديني على الافو ايه؟ صفار. يبقى اصلا لما اجي اقيس الفارستور وهو سليم في الدايره يديني ايه؟ لا، ده ما يديش حاجه. ما يديش حاجه.
ما يديش حاجه. لو اداني صفاره اصلا يبقى هو بايظ. خلاص انا كده عرفت السبب، اشيل واحط واغير الفيوز، ولا اشوف الباقي الاسباب؟ اشوف الاول باقي الاسباب. مفيش عنصر بيدي صفار الا مقابل 1050 اوم. بالظبط كده. غير كده يبقى بايظ. تمام. يبقى لقيت الفارستور ضارب، لقيت الفارستور ضارب، هغيره او اشيله عشان اجرب الدايره واشغل الفيوز واكمل؟ لا، لان في اسباب اخرى اتاكد منها الاول وبعد كده نشوف. يبقى الفارستور هنا لو ضارب عندي حل من اتنين، يا اما اغيره يا اما هرفعه مؤقتا. تمام؟ يبقى دي اول سبب من اسباب ضرب الفيوز. بعد كده التيار لما عدى على حاجه اسمها ان تي سي، دي مقاومه سالبه حراريا للجهد. مقاومه سالبه حراريا للجهد. يعني لما يزيد عليها الحمل تقل قيمتها، فتسخن فتقل ايه؟ قيمتها. يبقى هي في الاول مقاومتها هتبقى عاليه، كبحت الاندفاع بتاع الطياره، سخنت، ايه اللي هيجرى لها؟ قومتها بتقل فالتيار يعدي بقى خلاص، بس هي لمت الاندفاع بتاعه اللي في الاول. لما هقيسها بالاف وهلاقيها تديني صفاره، انها لو ما ادتنيش صفاره بقت هي ايه؟ اوبن. فبالتالي الريسيفر او الجهاز اللي جاي لي ميت. ماشي الكلام؟ هي اساسها ان هي تبقى بتصفر لان هي مقاومتها صغيرة بس بالنسبة لها عالية. اقل من 50 اوم؟ بالنسبة لها عالية. فتعمل ايه؟ تعمل كبح لسرعة او لاندفاع التيار. فتسخن. انا كده بحمل عليها، لما تسخن قيمتها تقل فالتيار يعدي خلاص بقى. هي امتصت الاندفاع بتاعه. جميل؟ يبقى هنا في دايرة الحماية عندي 3 عناصر. فيوز لو لقيته مقطوع ما غيرش لحد ما اشوف الاسباب. تاني حاجة الفارستور اقيسه ما يصفرش. لو لقيته صفر يبقى هو بايظ خلاص، وبيبقى باين عليه ان هو ضارب. يبقى مشقوق كده. يبقى مشقوق. وده احد اسباب تلف الفيوز. جميل؟ ورا منه في دايرة الحماية بلاقي حاجة اسمها ان تي سي. الان تي سي دي في الوضع الطبيعي بتاعها ان هي تصفر. لو ما صفرتش يبقى هي خطره، وهي سبب ان الجهاز بتاعي ميت خالص، مفيش لا نفس ولا خد ولا اي حاجه. تمام؟ يبقى الثلاثه دول مع بعض اسمهم مرحله الحمايه. ممكن الاقي في بعض الاجهزه على حسب بقى الجوده والتكلفه الاقي اكتر من فارستور. 1 2 3 مرصوصين كده ورا بعضهم عادي خالص، واحد منهم ضرب ممكن اشيله. بس الاغلب ان انا ممكن الاقي واحد بس، وممكن كمان ما الاقيش على حسب احترام دايره الباور اللي معايا. يبقى دي مرحله ايه؟ الحمايه. قلنا فيها على احد اسباب ضرب الفيوز. هنكمل بعد كده في اجزاء تانيه هنشوف بقيه الاسباب بتاعت ضرب الفيوز قبل ما اغيرها. التي سي بتقل بارتفاع درجة الحرارة ولا ارتفاع التيار؟ ما هو التيار لما اخش فيها هي هتسخن فهتقل. الجزء الثاني هلاقي عندي من بعد كده مكثف ملف مكثف. دول اسمهم مرحلة الفلترة. يبقى الجزء الثاني عندي من دايرة الباور مرحلة اسمها مرحلة الفلترة. دي بلاقي فيها مكثف ملف مكثف. خلاص. ادي مدخل الكهرباء اهو. اول حاجه بتقابلني فيوز، وبعد كده فارستور. الان تي سي غالبا بيبقى اسود. طب الاثنين معايا فرضنا هبلا ان هما لون واحد. جميل كده؟ واحد منهم هلاقيه متوصل ايه؟ توازي. وواحد هلاقيه متوصل توالي.
التوالي انت سي والتوازي فارستو انتهى الكلام على كده. اول بازر هندسه اللي تصفر يبقى المقاومه. باشا ابراهيم نسيت اللي هو زي السيرمستر او سيرمستر. هو سيرمستر صح؟ صح هندسه؟ نعم. البازر اللي تصفر يبقى دي المقاومه اللي انت سي. طب لو البتاع ده فلك بايظ الفيروس بايظ. ايوه ماشي. مرحلة الفلترة عبارة عن مكثف ملف مكثف ملف مكثف الفيلم اللي احنا قلنا عليه اللي كلنا بنطلق عليه الميكا. جميل. مكثف ملف مكثف. فايدتهم ايه مرحلة الفلترة؟ بيبقى داخل معايا نويز شوشرة في التيار، حاجات سباركات عالية، يعني بعض الموجات ما بتبقاش ضربة بقى في العالي، بس واحدة عالية سنة ونازلة سنة وعريضة سنة وضيقة سنة بتبقى حكيكة شوية. فهنا المكثف معانا فايدته ايه؟ هيشحن ويفرغ لان انا في مرحلة الاي سي وهو مربوط على الموجب والسالب، فهيحاول ينعم لي السباركات والرجلات اللي في التيار دي، الاتزانات اللي في التيار. جميل كده؟ اصبحت دخلت بعد كده على ملفين، كل ملف على حته سلكه. جميل؟ ده ما في ملفين اهو، كل ملف على حته سلكه. الملف هيعمل ايه؟ عندما يمر تيار في سلك يتولد مجال مغناطيسي، ولو لفيت السلك هيتولد فيلد مغناطيسي. ايه لازمته؟ هيعمل معوقة للتيار يهدي البحككة واللخبطة اللي فيه لحد ما هو يشحن. لما شحن بقى ايه؟ حتة سلكة مع جيل التيار بس لما ملي الشوشرة اللي فيه شوية. ده اسمه ملف إزالة التوتر، اللي هو ده اسمه ملف إزالة التوتر. بايظ عندي ومش لاقيه ممكن أقفله بحتة سلك، إنما الأفضل إن أنا أسيبه شغال. كلما زادت قطع دائرة الحماية وزادت قطع دائرة الفلترة عرفت إن الباور اللي أنا شغال فيه باور نظيف. تمام؟ بعد الفلترة بعد الملف على طول بلاقي برضو مكثف تاني أهو. إيه فايدته؟ اللي ما تنعمش هنا وما تشالش هنا يتشال هنا. جميل؟ في بعض الدوائر الأكثر جودة بلاقي أكتر من ملف إزالة توتر، وبالتالي بلاقي أكتر من مكثف. كلما زادت الجودة كلما زادت القطع في مرحلة الحماية ومرحلة الفلترة. هندسه انت قلت من شويه لحد ما يشحن، قصدك على الملف؟ الملف هو بيشحن. تمام الكلام؟ يبقى كده عندي مع المرحلة الثانية من دوائر الباور أهي اسمها مرحلة الفلترة. الجزء الثالث هنتكلم فيه على مرحلة جديدة.